عايزة توفري وتحوشي بس من غير ما تحرمي نفسك، يبقى اكيد الفيديو ده ليكي. هخليكي النهاردة تحوشي وتوفري من الفلوس الفكة من اول جنيه. شايفين الجنيه ده؟ هنحوش النهاردة من اول جنيه. عايزة ارادة وعزيمة من حديد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملناه. ربنا يخليكم ليا. والله اللي بيأخرني عنكم ان انا كنت تعبانه شويه، فادعولي بقى في الكومنتات ربنا يشفيني. ويلا كده هاتي قلمك، قلم اهو. وجايبه لكم كشكول جديد مروقه عليكم، وجايبه لكم حاجات النهارده حلوه. بصوا بقى المفاجاه النهارده ايه. بص 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 بص، شفتوا الجمال ده؟ سبيكه جرام دهب. جرام دهب يا بنات اهي. جرام دهب عيار 21 ديت. جرام دهب تقدري تجيبيها. تقدري تجيبي نص سبيكه، تقدري تجيبي ربع سبيكه، تقدري تجيبي برمة حلق صغيرة من 10 جنيه وال5 جنيه وال3 جنيه ولا 4 جنيه. هنعمل النهاردة فكرة حلوة قوي هتفيدك. اول حاجة عايزة اتكلم معاكم فيها ان في ناس، يعني في ستات بيحبوا يحوشوا فلوس ومبيحبوش ان هم يشيلوا. يعني انا الذهب ده للستات اللي هي مبتعرفش تمسك ايدها زيي. انا اي فلوس عندي محوشاها او عيناها في بنك او عيناها مثلا في البريد، انا بمد ايدي عليها غصب عني. ده بيبقى مثلا يعني مفيش نظام قوي، او انت عامله ميزانيتك وعامله كل اللي عليكي، بس ساعات بتيجي عليكي ظروف، متطلبات الحياه كتير، جوانب الحياه كتير. فانا عايزاكي تمشي واحده واحده، تعملي هدف صغير وبعدين يكبر معاكي مره واحده، عشان ما تمليش، ما تزهقيش من التحويش، عشان برضو ما تحرميش نفسك. ما تحرميش نفسك من هدوم، من لبس، من اكل، من شرب. ما تاثريش في جانب من الجوانب دي. كل ما تشتري حاجه، انا مثلا هشتري القلم ده ب10 جنيه النهارده، تمام؟ لا، انا هجيب قلم ب8 جنيه وهاخد من 10 جنيه دول 2 جنيه واحوشه. فهمتوا؟ يعني كل حاجة عايزة تشتريها، انا مثلا رحت اشتريت الكشكول ده بحاجة و30، تمام؟ مثلا يعني بضرب لك مثال. لا، انا هجيب كشكول ب28 وهشيل ال8 جنيه على جنب، تمام؟ دي فكره بسيطه كده حبيت ابدا معاكم بها الفيديو. حبيت اوصل لك ان اي ست فينا عايزه تحط موضوع التحويش في دماغها هتحوش. الجنيه على الجنيه، على الربع جنيه، على ال5 جنيه. يعني بصوا يا بنات، كل فتره كده بتيجي تمثيليه عبد الغفور البرعي، طبعا كلنا عارفينها وتمثيليه جميله وانا بحبها. هي التمثيليه بتوصل رساله. يعني هو بدأ بجنيه، بدأ يعني مش عارفه، يعني كان على ايامهم جنيه ولا اقل. ايه، بدأ بحاجة زي دي. دي ثمرة انت بتزرعيها وبتحطيها. الجنيه ده مثلا بتحطيها عشان تبدأي تحوشي. كل واحد على قد لحافك مد رجلك زي ما بيقولوا كده. ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. اول حاجة تنوي ان انت تعمليها لو هتنوي تحوشي، ان انت تشيلي مبلغ صدقة. ربنا هيبارك لك في الحاجة اللي معاكي، ربنا هيبارك لك في الفلوس اللي معاكي. حابة اقولك حاجة كمان، ما تحوشيش وانت عليكي ديون، اقساط بقى. حاجة انت جددتها في بيتك، وما تزعليش على اي حاجة تجيبها في بيتك وقسط وتديني بيها وتقولي ده انا زعلت ان انا جبت ديت. لا، الحاجة اللي عندك في البيت احسن من الفلوس. اي حاجة عندك في البيت، مروحة، كبة، خلاط. انا هبقى اوريكم الخلاط اللي انا جايباه بالقسط، مروحتي بالقسط، بطاطيني بالقسط. اصل انا واحدة لو ما جبتش بالقسط مش هجيب كاش. انا ورايا التزامات وعندي عيال في المدارس، عندي في ابتدائي وعندي في اعدادي وعندي اللي داخل ثانوي. فمش مش لو ما جددتش حاجه في بيتي مش هجيب. كل فتره بيبقى داخل عليك رمضان، داخل عليك العيد. القسط مش وحش، تمام؟ لو عندك ديون، سدي ديونك، سدي جزء من ديونك كبير وابدأي حوشي. طيب انا ده جرام دهب صح كده؟ لا، انا عايزه اعمل يا ام محمد ربع جرام. انا قدرت اعمل نص جرام. حبيبتي تشيلي في الكومنتات وتقولي من اول جنيه. مفيش حاجه اسمها من اول جنيه، لا، في حاجه اسمها من اول جنيه وفي حاجه اسمها من اول 10. هو مش الجنيه موجود؟ الجنيه لسه موجود. يبقى في حاجه من اول جنيه وفي حاجه من اول 10 جنيه. بس عايزاكي تفكري مخك، تفتحي مخك، تشغلي مخك، تمام؟ تشغلي في ايه؟ ان انت اي حاجه عندك في البيت تقدري ان انت تعملي منها مبلغ، اعملي منها مبلغ. حابه تزودي دخلك من اي شغل من البيت، زودي دخلك.
زودي دخلك. انا كنت عملت جروب كده على الواتس، وكنت جبت الحاجات بتاعت مستحضرات التجميل وبدات ابيع فيها ومش عارفه ايه. بس المجال بتاع البيع والشراء عايز ست واعيه، ماشي؟ لان انت لو مش ست واعيه هتتاكلي، فلوسك هتتاكل. ويعني في يعني اماكن زي المكان اللي انا عايشه فيه ده بيحب كل حاجه بالقسط، ان انت تبيعي لهم كل حاجه بالقسط. فانا مستحضرات التجميل ما كانتش هتمشي هنا بالقسط. انت ممكن تشتغلي في الهدوم بالقسط، ممكن تشتغلي مفروشات بالقسط، تمام؟ لو انت حابه ان انت تطوري من نفسك، تعملي دخل في مشروعات كتيره جدا، هنبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. مشروعات حلوه قوي لست البيت اللي زيي وزيك. يعني انا ما ست ما معيش كليه ولا كده، حابه افكار، يعني عايزه افكار من بيتي، ومش عايزه انزل ولا عايزه اتبهدل ولا عايزه يعني اسيب عيالي وقت طويل يعني اسيبهم لوحدهم. لا مش عايزه اتبهدل، انا عايزه انزل، انا عايزه حاجه من البيت. وديت ما اسهلها، يعني دلوقتي ما اسهلها ان انت تشتغلي من البيت. تشتغلي بقى في اي مجال انت تحبيه. يعني انا موضوع مستحضرات التجميل ده كان انا حبيته لان حسيت ان هو مجال نظيف كده. ممكن انت تشتغلي في الملايات. في ناس انا اعرفها، واحده جارتي يعني، لقيتها جايبه مكانتين وبتخيط. اللي عنده زرار مقطوع بتخيطه، سوتسة حاجة مقطوعة عندك بتخيطها، وجايبة مكانتين حلوين. بدأت بعد كده تروح المحلة وتجيب قماش وتخيط القماش وتكيس القماش وتعرض القماش على ناس هنا المدرسين والستات المدرسين بدأوا ياخدوا منها. وهي هي مفصلاه، بس هي بتجيب القماش وتفصله. بس تشوفي الحاجة تقولي ده ما شاء الله هي جاهزة، ماشي؟ لو الحاجه مثلا طقم الملايه مثلا بره ب500، لا هي بتديهولك بايه؟ مثلا ب400، ب450، ماشي؟ وساعات تقولك اختاري الشكل اللي انت عايزاه وانا اجيب لك القماشه، تمام؟ في بنات انا اعرفهم قرايبي راحوا خدوا كورس خياطه وجابت مكنه واشتغلت خياطه. انت ممكن تاخدي كورس في الحلويات، كورس في الطبخ، كورس في اللغه، كورس في الخط. يعني ممكن تتعلمي خط وتعلميه لحد بفلوس حلوه جدا. انا اتعرض عليا شغل كده يا بنات والله، اتعرض عليا ان انا اتعلم خط وابقى معلمه خط، مفيش اي مشكله. كورس خياطه، كورس تريكو، كروشيه. عارفين كانت مشروع كده اختي قالت لي عليه، اللي هي المرايات بتاعت الكتاب بتاعت العرايس. بنزل لكم الصور بتاعتها هتشوفها في الفيديو. بتجيب المرايات دي بتتباع جاهزه في محلات الجمله بتاع حاجات تجهيز العرايس عندنا هنا. المرايه مثلا عامله 200، انت معاها بيعيها 240. بصي، اي مشروع يا بنات هتخشي فيه حتى لو اونلاين لازم يكون معاكي رأس مال. طيب الرأس المال ده يا ام محمد 1000، 2، 3، 500، 300، ان شاء الله يكونوا 200 جنيه. لازم يكون معاك رأس مال، ورأس المال بتاعك ده تكوني شايلاه بعيد عن مصاريف بيتك. وحتى مكسبك اللي هتكسبيه تكوني شايلاه بعيد عن مصاريف بيتك. طيب انا لو عملت كل اللي انت قلت عليه ده، انا بقولك الافكار دي ليه؟ انا عايزاكي تزودي دخلك، ولما تزودي دخلك هتحوشي وهتحبي التحويش، وهيبقى لك سند بعد ربنا هو السند في الاول وفي الاخر. هيبقى لك سند اللي هو قرشك. هتقدر ان انت، بص، الست اللي معاها فلوس قرارها من دماغها، كلمتها مسموعه. فانت الجنيه ده اهو، لو انا طب انا مش هقدر اشتغل، مش هقدر ادخل فلوس، ومش هقدر اعمل اي حاجه خالص، يبقى حوشي على قد امكانياتك. لو حوشت 200 جنيه كل شهر، تمام، مع نفسك او سواء جمعيه، 200 جنيه يعني 2000 جنيه في 10 شهور، يعني 2400 جنيه في 12 شهر، كانوا كده كده هينصرفوا منك. كل ما تزودي المبلغ، في دلوقتي جمعيات باليوم وبالاسبوع وبالشهر. انا جربت كل الجمعيات دي، جربت اللي باليوم وبالاسبوع وبالشهر، حلوين جدا. بس اخري في الجمعيات لما بخش جمعيه اخر الرابع ولا الخامس، لا بخش العاشر ولا بخش ال11 ولا بخش ال15 مفيش الكلام ده. ليه؟ لان انا قيمه فلوسي هتقل لو انت خشيت العاشر او ال15. طب ما انا احوشهم مع نفسي وخلاص، ايه اللي خلاني اصبر ده كله؟ لا، انا اخش مثلا الخامس او الرابع، اخر السابع، السادس، مفيش اكتر من كده. واما اجي بقى اخد الدور اللي بعده واخش في الاول، التاني، التالت. ما هي بتمشي كده الجمعيه يا حبيبه قلبي، بتمشي مثلا انت خدت المره دي السابع،
في الخمسه الاخاره. لو هي 10 تنفار فتيجي في لما تيجي تبداها جديد تخش في الخمسه الاولانيين. تمام. بس تاخدي بقى التاسع والثامن والكلام ده لا، في ناس بتعملها مش محتاجاها. اما انا محتاجاه مثلا اجيب ربع جرام دهب، محتاجاه اجيب نص جرام دهب قبل الدهب ما يغلى والدهب يشد. تمام. محتاجاها ان انت تعمليها وتسدي بها ديونك. تمام. ان شاء الله في فيديو اكتر هنبقى نتكلم عن موضوع المشاريع ده باستفاضه بقى، اقعد ارغي معاكم كده وايه وهوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها بالقسط كلها. بس نفسي في اللايكات تزيد والقناه تكبر وتفتحوا نفسي وتشجعوني، ولو ما نزلتش فيديو تقولي نزلي فيديو يا ام محمد. النهارده بصي انا بس حبيت اشجعك كده واوريكي ايه جرام الدهب اللي موجود هنا اهو، حبيت اوريهولك عشان يعني ربنا يفتح نفسك كده، تيجي كده تكتبي لي في الكومنتات يا ام محمد انا سمعت كلامك وبدات ايه اجيب جرام الدهب. حابه تحوشي بقى فلوس، تعملي مثلا فودافون كاش وتحوشي فيها الفلوس، حابه تعملي في البريد حساب، في البوسطه في البنك حساب. انا النهارده اقول لك على فكره كمان بسيطه، باركولي على الكشكول بتاعي لسه جايباه جديد. قلت بقى ايه نرجع كده ايه قناه اقوياء. بقول لكم بقى بصوا يا بنات، الفكره دي حلوه جدا جدا جدا، هتساعدك في كل حاجه. بصوا دي ارقام لحد 100. تمام. ارقام لحد 100. من ضمن الارقام ديت لو انت مشيتي كل يوم، بصوا من اول جنيه اهو، ادي اول يوم جنيه. مش مثلا احنا لسه في اول شهر 5 اهو، اول يوم جنيه، تاني يوم 2 جنيه. فهمت الفكره؟ طيب انا مثلا عايزه ابدا من اول يوم 100 جنيه ومعيش ال 100 جنيه دي ان انا احطها. التحدي ده يا بنات 90 يوم، 90 لا 99 100 يوم، 100 يوم. طيب انا عايزه اعمل التحدي ده مثلا يا محمد على 200 يوم، عايزه اعمل التحدي ده على 150 يوم، انت حره حسب امكانياتك. طيب انا النهارده عايزه احط 99 ومعيش ال 99، يقسموهم على مرتين. عايزه احط مثلا 8 على 98، معيش ال 8 يقسموهم على 3 مرات. لو 5 جنيه اهي، 5 جنيه هناك اهي، لو 5 جنيه. طيب انا عايزه ممكن تعملها انت وصاحبتك، انت واختك، انت وجارتك، انت بنتك، انت واولادك الصبيان. والله لو قلت لهم الفكره هتحمسهم جدا وتشجعهم جدا. دي فكره باليوم، جمعيه باليوم، تقدري ان انت مجرد 100 يوم، 100 يوم هيبقى معاكي 5000 جنيه. تقدري ان انت تجيبي بهم نص جرام دهب او حتى ربع جرام، تقدري تجيبي بهم نص جرام او ربع جرام دهب. ماشي. او تكملي عليهم يا ستي وتجيبي جرام دهب. ربنا يفتح عليكي لو عملتهم مرتين، يعني عملتي الجمعيه دي مرتين 200 يوم مثلا، تقدري ان انت تجيبي جرام دهب. جرام دهب، ايوه جرام دهب، انت مستقليه بيه ليه؟ الجرام على جرام. المهم ان انت تطلعي من السنه ديت ربنا كرمك. انت لو ربنا كرمك بجرام او نص جرام يبقى انت كده بطله في نظر نفسك. انا قدرت احقق حاجه، انا قدرت اعمل حاجه. طيب انا عايزه جمعيه بالشهر، حلو، عايزه اجيب نص جرام دهب. كل يوم هتحطي 20 جنيه، يعني في الشهر 600 جنيه مع 5 من اصحابك. تمام. كل واحده هتاخد 3000 جنيه، مش مع 10 من اصحابك. لو انت عايزه تعمليها مع نفسك وتاخدي ال 3000 جنيه بعد 5 شهور مفيش اي مشكله، هتكملي عليهم برضو. هتجيبي نص جرام ده، هتجيبي نص جرام زي ده كده اهو يا بنات. حلو جدا، انا فرحانه بيه قوي، شكله جميل جدا، محفزني وشكله حلو قوي. ويا رب كده ربنا يسعدكم. واللي كملت معايا الفيديو لحد هنا وشافت الفكره بتاعت ام محمد ومحمود وشافت كمان الفكره التانية، يعني بصي انا النهارده معيش مثلا 20 جنيه احطها، تحط 15 هيطلع لك 450 جنيه. اضربهم في 5، معايا 10 جنيه، معايا 5 جنيه. هنشجع نحمس بعض، نبدا مع بعض يا جماعه. اكتبي لي انت بدات كام ووصلت لايه والتحدي وصل معاكي لايه. ارجعي له الفيديو تاني وما تنسيش تكتبي لي انت منين في الكومنتات. وما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا كده يكرمنا. وما تنسيش مبلغ الصدقه، وما تنسيش اللايك، اهم حاجه اللايك وتعليق حلو منك عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد من ام محمد ومحمود.